شبكات. الشبكات ما بتقتصرش على حاجة واحدة بس، الشبكات دي حاجات كتيرة جدا. بسم الله، الشبكات هي إيه؟ الشبكة نظام يربط بين جهازين أو أكتر لمشاركة الموارد والبيانات. سامعني ولا إيه يا محمد؟ عشان لقيتك فجأة قفلت. يبقى هي الشبكة هي نظام يربط بين جهازين أو أكتر لمشاركة الموارد والبيانات. يعني مثلا أنت مثلا حابب تكلم واحد صاحبك، أو بنت عايزة تكلم عن صاحبتك، الكلام ده كله. يبقى أنت عايز تكلمه عن طريق إيه؟ هتكلمه مثلا عن طريق الواتس. في مشكلة ولا إيه؟ ماشي. يبقى إيه الشبكات دي؟ يعني أنا مثلا عايز أكلم حد صاحبي، عايز أبعت له أي حاجة، هبعت له عن طريق إيه؟ عن طريق الواتس. تمام؟ يبقى كده أنا ربطت بين التليفون بتاعه والتليفون بتاعه عن طريق شبكة، اللي هو الإنترنت. حلو؟ يبقى أنا أولا يعني الشبكة دي بتوصل بيني وبين حد تاني، مش لازم يبقى قاعد جنبي أو في نفس بلدي. يبقى هي بيبقى مجرد، عارف انت اكنك مثلا راكب من حته وعايز توصل لحته تانيه، فانت تركب من هنا وتروح الحته التانيه دي عن طريق المواصلات. هي الشبكه دي اكنها عامله زي المواصلات بالظبط. الش- يبقى الشبكات دي بتسمح اولا بالتواصل، انها بتسمح بتبادل المعلومات والرسائل بين المستخدمين. يعني ان انا ابعت رساله لحد مثلا، حلو، ومشاركه الموارد، ان الاثنين ممكن يستخدموا نفس الحاجه. بصوا بقى انا فاهمكم يعني ايه مشاركه الموارد دي. يعني مثلا انا ومستر محمد عندنا طبعه واحده، هو عنده طبعه انا ما عنديش. انا عايز استخدم الطبعه بتاعته مع ان انا في حته تانية، حلو، وهو عايز يستخدم. فانا عايز استخدم الطبعه، هو عايز يستخدم الطبعه، هنعمل ايه؟ نستخدمها عن طريق الشبكات. يعني احنا الاثنين ممكن نستخدم حاجه واحده بس. يعني احنا الاثنين بجاهزين، انا معايا جهاز وهو معاه جهاز كمبيوتر او لابتوب، ما فرقتش، او حتى تليفون، بس في برينتر واحده. تمام؟ يبقى احنا اتنين عايزين كده في نوعين من الاجهزه عايزين يستخدموا جهاز واحد. يعني الكلام ده كله بيحصل عن طريق الشبكات. الاتنين دول بيتواصلوا مع الجهاز التالت ده عن طريق الشبكات. في بقى تبادل البيانات. ان انا مثلا عايز ابعت له ملف بي دي اف، هبعت له ملف بي دي اف. عايز ابعت له صوره على كانها ملف، هتتبعت له برضه. ها تمام، انا كده خلصت جزئيه. حد عنده سؤال؟ ها حد عنده سؤال؟ يعني الشبكة دي تعتبر زي المواصلات بالنسبة للإنسان، بس الأجهزة بقى، صح؟ ايوه تمام. لو حد عنده سؤال يقول في الشات او يفتح المايك، انتقل على الجزئيه اللي بعدها يعني. اهم حاجه ان احنا نبقى خارجين من الجزئيه نبقى فاهمين كل حاجه. بصوا بقى يا شباب، في بقى الشبكات دي بتشتغل عن طريق مكونات الشبكات. حلو. حلو. مكونات الشبكات دي بتتكون من 4 حاجات: أجهزة ووسائل اتصال وأجهزة المساعدة والبروتوكولات. معلش يا شباب، الأجهزة دي اللي هي عاملة زي الكمبيوتر، الأجهزة العادية اللي هي الكمبيوتر، الخوادم، الهواتف الذكية والطابعات. الخوادم دي اللي هي زي السيرفر، مش السيرفر. السيرفر يقول لك دي مجموعة من السيرفرات. السيرفر ده حاجة عاملة زي الكمبيوتر، بس حاجة كبيرة بقى. أهي بص، أنا حتى كنت مطلعها لكم. هو ده السيرفر أهو، أنتوا كده شايفينه يا شباب؟ اه. ماشي. هو كده بص، هو يعتبر حاجة عاملة زي الكمبيوتر برضو، بس بتبقى حاجة كبيرة جدا بقى. يقول لك مثلا السيرفر بتاع بنك مصر مثلا وقع. تمام؟ فأنت بتبقى إيه؟ السيرفر ده مجموعة حاجة واحدة بتربط مجموعة أجهزة كتيرة جدا. يعني مثلا بنك مصر أو أي بنك، مش لازم بنك مصر يعني، أو أي حاجة ليها مؤسسة كبيرة بتشتغل بأجهزة. يعني واحد عنده شركة، الشركة دي فيها 1000 جهاز، ال1000 جهاز هو عايز يربطهم بحاجة واحدة بس، وتبقى على شبكة واحدة بس. فهيعملها بإيه؟ هيعملها عن طريق الخوادم اللي هي السيرفرات. في بقى وسائل التواصل. الوسائل التواصل دي في منها سلكي وفي منها لاسلكي. حلو. وفي بقى الأجهزة المساعدة اللي هي المحمولات. المحمولات دي يقصد بيها مثلا الكمبيوتر أو اللابتوب أو لا الكمبيوتر مش من المحمولات، أو التليفون قصدي، الكلام ده كله. في الموجات. الموجات دي أنت مثلا دلوقتي عندك راوتر في البيت. أنت دلوقتي هل التليفون في فيشة متوصلة من التليفون للراوتر؟ مفيش فيشه متوصله للتليفون للراوتر. فهو الراوتر بيدي نت للتليفون عن طريق الموجات. حلو. حلو. وفي بقى البروتوكولات، دي قواعد ومعايير تنظيم عمليه الايصال وتبادل البيانات. دي اكن انت في حفله كبيره وعايز ناس تنظم لك الحفله، فهتجيب بودي جارد ينظم لك الحفله. هي البروتوكولات دي الناس اللي هي الحاجات اللي بتنظم الحفله. كده تمام؟ ها فاهميني كده؟ وانا هعيدها تاني. المكونات الشبكة الأساسية هي بتتكون من 4 حاجات: الأجهزة ووسائل التواصل، الاتصال، والأجهزة المساعدة. الأجهزة اللي هي الأجهزة دي مثل الكمبيوتر والخوادم. الخوادم والهواتف الذكية والطابعات. الطابعات دي كله عارفها، والأجهزة برضو تاني عارفينها. الخوادم دي اللي هي أو 1000 كمبيوتر، 1000 جهاز،
وعايز اوصلهم كلهم على حاجه واحده، اوصلهم كلهم على حاجه واحده في يبقى مسؤول عن ال1000 كمبيوتر. تمام، فانتوا ما تعرفوش السيرفر ده هو كبير قد ايه، هو يبان لكم ان هو صغير في الصوره، بس ممكن يتحط في اوضه لوحده. حلو. وفي بقى وسائل الاتصال، في منها سلكي ولا سلكي. تمام. في بقى الاجهزه اه تمام. المحولات دي يا شباب زي اسمه ده الراوتر والحاجات زي كده يعني. والبروتوكولات دي زي ما انا قلت اللي هي مثلا زي البودي جارد اللي بينظم لك الحفله. يعني مثلا انت دلوقتي في شبكه، انت دلوقتي في حاجات بتبقى كبيره جدا على السيرفر ده بقى، بتبقى حاجات مثلا الدوله عندها 20 بنك او 30 بنك. البنك الواحد كل بنك يبقى فيه سيرفر واحد مثلا. بقى هو بقى عايز يربط ال 30 بنك دول مع سيرفر واحد، فهيعمل ايه؟ بيبقى في حاجه كده اكبر من السيرفر بكتير، هي بتستحمل الحاجات دي. انا مش عايز اقول لكم عليها عشان ما تدخلوش الاتنين في بعض، انا عارف. بس ان شاء الله في السيشن هبقى اجيبها لكم السيشن الجايه، او ان شاء الله بس السيشن دي. ماشي. كمل يا محمد. فهناخد حاجة تعتبر أسهل من الشبكات شوية، بس محتاجة تركيز. هي تعتبر حاجة شبه البرمجة، هي حاجة مختلفة عن البرمجة بس شبه الالجوريزم، الخوارزميات. الخوارزميات دلوقتي مثلا انت عندك مشكلة، خوارزميات فن حل المشكلة. يعني مثلا انا دلوقتي عندي مشكلة هحلها ازاي؟ عندي خوارزميات المشكلة هتتحل بسلاسة ووضوح، والمهمة هتنجز بسرعة من غير ايه تعقيد. لا كده عندي الخوارزميات، احنا بنعمل كل يوم يعني كل واحد فينا بيعمل كل يوم خوارزمية من غير ما يكون واخد باله. مثلا انا دلوقتي صحيت مثلا رايحين المدرسة، بنعمل ايه واحنا نازلين المدرسة؟ كلنا اكيد بنصحى، نغسل وشنا، نغسل سنانا، نلبس الهدوم، نفطر، ناخد الشنطة على ظهرنا وننزل ونروح المدرسة. هل في حد فينا ما بيعملش كده؟ لا، كلنا بنعمل كده. يبقى ايه؟ يبقى دي حاجة يعني دي مش خوارزمية احنا بنعملها. انا بديكم مثال، حاجة تعتبر مثال على الخوارزميات اللي احنا بنعملها كل يوم. هي الخوارزميات كده بالظبط. مثلا دلوقتي انا عملت ريبوت، الريبوت ده عادي شكله انسان زينا، فقلت له مثلا اعمل لي سندوتش جبنه مثلا. انا من غير ما ادربه، يعني المفروض لما بنعمل ريبوت او بنعمل اي اي بنقعد فتره ندربه، والفتره دي ما بتكونش صغيره قوي، بتكون طويله. فانا مثلا عايز ادربه، لما اقول له لو اعمل لي سندوتش جبنه يعمله لي على طول مثلا، هقول له ايه المفروض؟ افهمه، اقول له اول حاجه انت هتروح تجيب الجبنه من الثلاجه وتجيب العيش، دي يعني زي اي حاجه ليها. ايوه بالظبط، هي اصلا فوق مكتوب فين اهي خطوه بخطوه، فانا حل المشكلات خطوه بخطوه بالظبط كده، خطه او خطوات. بس بقى في البرنامج، يعني في البرنامج او في البروجرام اللي احنا بنعمله مثلا، فنرجع ايه، قلت له عايزه يعمل لي سندوتش جبنه، هيعمل ايه؟ ماشي. آه آه فهقول له هات الجبنة وهات العيش، سخن العيش، وبعد كده افتح علبة الجبنة، هات المعلقة، خد حتة من الجبنة وحطها في العيش، وبعد كده هات لي العيش عشان أكله. كده أنا اديته خطة يمشي عليها. كل مرة هقول له روح هات لي، روح اعمل لي سندوتش جبنة، هيمشي على نفس الخطة دي بالظبط. أو مثلا إحنا واحنا بنعمل كوباية شاي، بنجيب المية نغليها، وبعد كده وهي بتغلي على جنب نجيب الكوباية، نحط فيها الشاي، نحط فيها السكر، وبعد كده نحط المية عليهم ونشرب. فدي يعتبر خطة أو خوارزمية. الخوارزمية في الكمبيوتر بتعمل إيه؟ مثلا حل المسائل الرياضية، الكمبيوتر ماشي بخوارزميات على طول عشان يعرف يشوف أنت محتاج إيه ويحلهولك. مثلا لو أنت اديت له معادلة وعايز يطلع الناتج، فهياخد المعادلة يقسمها ويمشي على خطة عشان يحلها. يعني أنا مثلا فاكرين لما كنا صغيرين مثلا واحنا في تانية ولا في تالتة ابتدائي، لما كنا مثلا نيجي نحسب كام رقم، فيقول لك مثلا حط 5 على ايدك و3 في دماغك والباقي على صوابع رجلك وكده، فاهم؟ فانت بتقعد مش فاكر والله كنا بنعمل ايه، نقعد تحسبها في الاخر بتطلع الناتج. هي تعتبر الخوارزميات كده. بعد كده مثلا ترتيب الاسامي، مثلا لما بنيجي نرتب الأسامي بالأبجدية، أنا عايز مثلا في أرقام الجلوس مثلا عندنا لما بنروح الامتحانات بيبقى رقم جلوسك على حسب اسمك في الأبجدية.
على حسب انت اسمك الأبجدي رقم كام في المدرسة يبقى هو رقم جلوسك أو أساس البرمجة. ثانية أعمل لكم زوم في الحتة دي. ملحوظة مهمة: الخوارزميات هي أساس اللي بنبني عليها البرمجة كلها. مستحيل تكتب برنامج بدون ما تفكر في الخوارزمية اللي هتستخدمها. هي تعتبر الخوارزمية زي لغة برمجة. مثلا دلوقتي أو بس نكمل وبعد كده أبقى أجيبها لكم. هو المفروض كده ده حتة الخوارزميات خلصت، بس أنا عايز أفهمها لكم أكتر. ثانية، لا مش عارف ألاقيها ولا لأ. ثانية كده. أنا مش خوارزمية أساس البرمجة. يعني مثلا أنا عايز أعمل برنامج، لازم أحط فيه خوارزمية عشان البرنامج يمشي صح أو يمشي بسلاسة وما يحصلش فيه مشاكل. هي مش أساس البرمجة لأ، هو تحت في الملحوظة كاتب هي الأساس اللي بنبني عليه البرمجة كلها. يعني إيه البرمجة؟ يعني مثلا يعني مش إحنا قلنا الخوارزمية دي هي الخطة أو الخطوات اللي بنمشي عليها؟ فأنا لما أبقى حاطط الخطة قدامي هعرف أطلع الكود واحدة واحدة، هعرف أكتب الكود بلغة أي لغة واحدة واحدة عشان يعمل الخوارزمية اللي أنا حاططها في دماغي. هو ده بالظبط. يعني زي إن احنا بنديله أوامر فيعملها خطوة خطوة يعني. أيوه بالظبط. الصورة واضحة ولا إيه؟ شايفين. ماشي. دلوقتي ده يعتبر الجوريزم أو خوارزمية بتعمل نفس اللي الآلة الحاسبة بتعمله. هو كل شكل بيعمل مهمة معينة. يعني ما تفتكرش إن الأشكال دي بتتحط كده وخلاص، لا ده هناخده بعدين إن كل شكل ليه حاجة معينة. الشكل اللي هو ده اللي هو عامل زي الدايرة، ده بنعمل إيه؟ ده اللي بنبتدي بيه وبننهي بيه. ده اللي لازم البرنامج نكتب عليه ستارت ونكتب اند في الآخر هنا في الشكل ده، عشان بعد كده الشكل ده ده اللي هو بياخد منك مدخلات اللي ينفع تغير فيه. يعني مثلا أنا قلت له هنا ستارت، ابدأ البرنامج. بعد كده enter the number 1 and number 2، دخل رقم 1 ورقم 2، أو خد من المستخدم رقم 1 ورقم 2. بعد كده اعمل sum لنمبر 1 ونمبر 2. قلت له اعمل sum للاتنين مع بعض، اجمع الاتنين. بعد ما تجمع الاتنين يعني حطهم في متغير اسمه sum. المتغير حاجة تعتبر زي صندوق بخزن فيها حاجتي في البرمجة يعني. فأنا قلت له يعني دخل الرقم الأول والرقم الثاني. بعد كده جيت قلت له sum ده متغير أنا عرفته باسم sum أو الجمع. فقلت له الجمع ده عبارة عن إيه، أو المتغير ده أنا عايزك تخزن فيه إيه. المتغير ده بيساوي اللي هو خزن لي فيه الرقم الأول زائد الرقم الثاني. فكده المتغير ده بقى يعني مثلا لو أنا كتبت هنا 1 وكتبت هنا 3، المتغير ده دلوقتي بقى بكام؟ المتغير ده بقى ب4. هنا كتبت 5 وهنا كتبت 7، المتغير ده بقى بكام؟ بقى ب12. بعد كده المتغير ده محفوظ فين؟ في الذاكرة بتاعة البرنامج أو في الرام بتاعة البرنامج. بعد ما يحفظها أو بعد ما يخزنها في البوكس، اطبع لي الصم، اطبع لي الرقم اللي انت مخزنه هنا. بعد ما يتبع اقفل البرنامج. يعني انا ممكن اوريها لكم عملي، بس لو جبتها لكم هجيبها لكم بالبايثون مش بالخوارزميات، بس هي هتبقى حاجة شبه مثلا دي 1 equal input انتوا شايفينه ولا ايه؟ ايوه. بعد كده
نمبر 2 ماشي. بعد كده print total ماشي. تعالوا كده نفهم ايه اللي مكتوب هنا. هو ده ملوش علاقة بالخوارزميات بس ليه علاقة بلغات البرمجة. دي لغة بايثون تمام. أنا هنا عملت 3 متغيرات، ثلاث متغيرات. أول متغير سميته number 1 أو num1 اختصار لكلمة number. بعد كده قلت له يساوي، يعني المتغير ده أنت هتخزن فيه اللي أنا هقوله لك دلوقتي. أنا ممكن أكتب 5، ممكن أكتب 7، ممكن أكتب 8 وأخزن فيه، بس أنا مش عايز أنا اللي أخزن فيه أو مين أو المبرمج أو المطور اللي يخزن فيه. لأ، أنا يعني مثلا أنت لما بتفتح آلة حاسبة بتلاقي مكتوب فيها على طول 5+5 ولا كل مرة أنت اللي بتدخل الرقم؟ كل مرة أنت اللي بتدخل الرقم. فأنا هنا عايز كل مرة اللي هيفتح البرنامج هو اللي يدخل الرقم. فأنا قلت له إيه؟ قلت له input. يعني الكلمة دي ما بتبقاش موجودة على طول بس هي موجودة هنا عشان البرنامج يحطها للشخص اللي يحطها. المفروض input وبفتح قوسين وجواهم علامتين تنصيب. ليه؟ إيه اللي أنا بكتبه قدام القوسين ده؟ يعني مثلا أنا أول لما أجي أفتح البرنامج هيقول لي enter first number. اللي أنا هدخله في الفيرست نمبر هيتخزن في المتغير الأول. بعد كده هيظهر لي الرقم التاني هيقول لي enter second number، دخل الرقم التاني هدخله. بعد ما ادخل الاتنين عملت متغير تالت او صندوق تالت اسمه التوتال. يعمل فيه ايه؟ يخزن فيه نمبر 1 زائد، يعني يخزن فيه جمع الرقمين مع بعض. لو انا جيت اقفل ده وجربنا نفتح البرنامج نشغله، بسم الله اهو. ثانية اكبر اوريكم. شايفين هنا مكتوب هي مش باينه قوي بس مكتوب enter first number اللي هي ايه اللي انا كاتبها هنا. فاهمين؟ هدخل first number مثلا 5 تمام. بدوس صح هيقول لي ايه enter second number اللي هو ايه السؤال التاني اللي انا حاطه. انا مش حاطط السؤال التاني هنا في المتغير التاني او في الصندوق التاني enter second number. ماشي. هدخل الرقم التاني كام؟ مثلا 10 واقول له صح. بعد كده هيحطهم في التوتال. بعد ما يحطهم في التوتال، ثانية بس اقفل ده. بعد ما يحطهم في التوتال هيطبعها. هو مطبعهاش ليه؟ استنى. التوتال يساوي نمبر 1 زائد نمبر 2. وبعد كده اطبع التوتال. طب ثانية كده نجرب تاني. 5 أهو طبعها هنا 10. أنا قلت له 5 زائد 5 طبعها هنا 10. فاهمين كده؟ بس هي دي ملهاش علاقة بالخوارزميات بس دي خطوات أنا مشيت عليها. أنا عايز إيه؟ أنا عايز المستخدم أو اللي هيفتح البرنامج يدخل أول رقم، بعد كده يدخل تاني رقم، بعد كده الرقمين يتجمعوا ويتبعوا. نفس اللي اتعمل فين؟ اللي اتعمل في الصورة دي. ده شكل فلوت شارت، نوع من أنواع الخوارزميات، وده بلغة برمجة البايثون اللي انتوا خدتوها المرة اللي فاتت. إن شاء الله بعدين هنتعلم إزاي نكتب كود وإزاي نعمل برامج بلغات برمجة مختلفة. كده خلصنا إيه؟ الخوارزميات يعتبر. حد عنده سؤال في الخوارزميات عشان نخش على الباقي؟ مثلا إيه الحاجات اللي إحنا بنعملها كل يوم وإحنا مش حاسين بنستخدم فيها الإنترنت أو التكنولوجيا عامة؟ مثلا زي الGPS أو ايه تاني، او مثلا الزوم اللي احنا او البرنامج اللي احنا قاعدين عليه دلوقتي. ده برنامج تواصل بيخلينا نعرف نتكلم صوت وصورة مع بعض، بس هيبقى في المستوى التاني. الحاجات دي تقيلة بس هتستفادوا ان شاء الله. مثلا ال ATM، المكنة بتاعت الفيزا دي بينزل عليها نظام تشغيل او بيكون عليها برنامج بيكون مبرمج ان هو اول ما احط الكارت يطلع لي الشاشة يقول لي انت عايز تعمل ايه وكذا. بعد كده استنى عشان نخش في حتة ال AI دي مش دلوقتي. بعد كده وهنا بيقول لك موبايلك ده مثال حي على دمج الهاردوير مع السوفت وير اللي احنا خدناه في أول سيشن.
عشان يشتغل بالفعالية اللي بتشوفها كل يوم. ال AI هنا بيقول لك الكمبيوتر اللي بيفكر زي الإنسان أو كمان ممكن أحسن. الذكاء الاصطناعي بيقول لك هو من أهم التطورات في العالم حاليا. ليه؟ الذكاء الاصطناعي هو تصميم يعني ممكن هو يعني في السيرفرات بتاعته أو يعني مثلا عشان يفكر يتعلم أو يتصرف بطريقة تحاكي الذكاء البشري. مثلا لو جبنا شات جي بي تي، مين الشركة اللي عاملاه؟ شركة اسمها اوبن اي اي في أمريكا. حلو. ايه شات جي بي تي ده عبارة عن ايه؟ جهاز كمبيوتر كبير أوي أوي أوي، زي السيرفرات اللي انتوا شفتوها، زي السيرفرات اللي خدتوها في الشبكات في الإنترنت. حلو. بيعمل ايه بقى؟ قاعدين بيعلموه وبيدوله أمثلة وبيدوله معلومات عشان يتعلم، ولما نحب نكلمه أو نسأله سؤال يرد علينا ببساطة ويبقى فاهم احنا عايزين ايه. الذكاء الاصطناعي واللمسة البشرية. على الرغم من إن الذكاء الاصطناعي بقى فيه تطور كبير قوي وبقى أحسن من الإنسان في حاجات كتير قوي، بس برضه مش هيفضل أحسن منه. ليه؟ يعني مثلا تعالوا نقول إيه الأمثلة اللي الذكاء الاصطناعي بيعملها. مثلا عندك المنطق والبيانات، ممكن تديله بيانات يحللها في ثانية ويمشي زي ما أنت بتقوله بالظبط. تقول له مثلا اعمل لي كود لبرنامج كذا كذا يعمله لك. ده طبعا بالنسبة للناس ان هو كده، طب هو كده ده عمل شغلانات ناس كتير قوي كده، طب احنا هنشتغل ايه بقى؟ طب ما الذكاء الصناعي هيخلينا ما نعملش اي حاجة. بس على الناحية التانية الانسان يختلف عن الذكاء الصناعي بكتير. حتى لو الذكاء الصناعي ده مش مجرد برنامج، ولو هم عملوا له جسم وبقى شكله في شكل برنامج زي ما كانوا عاملين قبل كده، زي مثلا صوفيا او كان في صوفيا ده يعتبر احدث حاجة طلعت، كانوا عاملينه من السعودية، بس برضه مش هيعتبر زي الإنسان. ليه؟ أول حاجة هو ما عندوش مشاعر، أو مثلا ما يقدرش يزعل، ما يقدرش يفرح. ما لما تقول له نكتة مش هيبقى عنده ابتسامة واقعية زي الإنسان. مثلا عندك الإبداع، أنت تقدر تخلق أفكار جديدة، هو ما يقدرش. هو بيعمل اللي هو متعود عليه، اللي هم دربوه عليه، ما يعرفش يفكر في حاجة جديدة، يعني حاجة ما حصلتش ما يعرفش يفكر فيها. عندك اسمه مستني من غير ما يكون فيه معلومات انت تقدر تجمع المعلومات او تجمع الحاجات اللي بتحصل وتستنتج ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. الذكاء الاصطناعي ما عرفش يعمل كده. ففي فرق كبير ما بين ده وما بين ده، عشان كده بنقول ان هو لسه دلوقتي مش هيعرف ياخد مكان البشر. امثله على الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنستخدمه كل يوم، عندك الفيس اي دي، بصمة الوش اللي احنا بنحطها، ده الذكاء الاصطناعي بيبقى جوه الموبايل، بيحفظ حدود وشك، بيحفظ مثلا وشك بالطول مقاسه قد ايه، وشك بالعرض مقاسه قد ايه، ما بين عينك اليمين وعينك الشمال قد ايه، ما بين ودنك وما بين ودنك التانية قد ايه وكده. يحفظ كل تفصيلة في وشك عشان لما يجي يشوفها تاني يعرف هي دي ولا لا. مثلا مثلا لما تبقى فاتح برنامج ومثلا الفيسبوك بيقول لك عندك سجيشن فريند او صديق مقترح، طب هو عارف منين ان ده ممكن انت تطلع تعرفه او لا؟ الذكاء الصناعي دخل شاف مثلا انت عندك مثلا 3 صحاب وهو عنده نفس ال3 صحاب دول، فادام انت عندك ال3 دول وهو عنده ال3 دول فانتوا اكيد تعرفوا بعض او ليكوا واسطة ببعض. فهو قدر يفكر ان ادام دول هنا ودول هنا يبقوا الاتنين متوصلين ببعض. ايه تاني؟ جوجل ترانسليت او ترجمة جوجل. اللي بقى في دلوقتي الفويس ترانسليت، ان انت تمسك الموبايل تتكلم وهو يترجمها لك برضه بصوت، ده كله AI بنستخدمه كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. ماشي، مثلا سؤال عايزكم تفكروا فيه وهاخد قبل ما نخرج هاخد من كل واحد إجابة، وبعد كده احنا هنقول الإجابة الأصح. هل ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد مكان البشر في الشغل في المستقبل؟ وإيه الوظيفة اللي ممكن تتأثر أكتر؟ أهو بيقول لك فكروا في الموضوع ده وإزاي ممكن نستعد للمستقبل في التكنولوجيا هتكون أكبر منه
وبعد كده ثانية ايه ده؟ لا هو كده خرج. لا مش هنا. حد ماشي. ثانية، محمود عايز يرفع ايده. افتح المايك يا محمود. شايف اللي هو ينفع وفي اللي هو الشغل المصانع وكده. فأنا تمام، ايوه الآلات الحديثة. ماشي، بعت ولا لسه؟ في كتير دلوقتي. ماشي. زي أعمال الشا. ماشي. أنا رأيي إن مش هياخد مكان البشر إلا البشر يستغلوا الذكاء الاصطناعي ليطوروا مهاراتهم وإيه ثانية. ماشي، دي حلوة دي. إجابة محمد أخويا عشان تليفونه فصل الوظيفة الإيه المتعلقة نفسيا المتعبة نفسيا. ماشي. خلاص، ما فيش حد عنده فكرة تانية اللي ممكن يحصل؟ ثانية بس يا محمد معلش. إيه؟ متابعة نفسيا يا شباب، احنا قلنا متابعة نفسيا ازاي وهو ما عندوش مشاعر؟ يعني انت لا هتحكي لي لا، هو مثلا قصدها متعبة ان نفسيا هو مثلا للبشر. شخص. هي أكيد تقصد متعبة نفسيا للي بيشتغلها. ايوه للبشر. أيوة، ما هم عايزين بقى اللي واحد ما بيشتغل بيحسش. كجسديا ولا انا؟ ما هو عايزين بقى روبوت عشان ما يحسش بالنفسية دي فيشتغل عادي. فاهم؟ يا ابني لا، هو قصدها مثلا واحد بيبقى تعبان نفسيا يروح لدكتور نفساني، اعتقد ده رأيه. لو هو رأيه كده فما ينفعش، يبقى كلامه صح. هي الحاجة الوحيدة المتعلقة مش كل الناس بتعملها. الإدارية مثلا، موظف بيقعد على المكتب قدامه اللاب بتاعه قاعد بيدخل بيانات الناس أو بيانات العملاء. دي وظيفة سهلة أوي إن هي تتاخد. خدمة العملاء أو اللي إحنا بنقعد نكلمهم عشان يحلوا لنا مشكلتنا، دي سهلة أوي برضه يكون الذكاء الاصطناعي اللي بيشتغلها. إيه تاني؟ الكاشير. دلوقتي في إنجلترا وبره كاشير بتحط له الحاجة اللي أنت خدتها ويقول لك هي بكام، وتحط له الفلوس بيسحبها منك. بقى الجهاز هو اللي واقف مكان الكاشير. دلوقتي ممكن برضه زي المواصلات، دلوقتي بقى في عربيات أوتو درايف بتسوق لوحدها. بس دي يعني احنا بنقول في المستقبل، هي كل ده لحد دلوقتي لسه مش أمان. ماشي. دلوقتي أنا ممكن بقى أقول إجابتي اللي أنا شايف فين. ثانية بس أفتح البتاع. دلوقتي كده أكيد كده الذكاء الاصطناعي هياخد شغلانات كتير قوي في المستقبل من البشر. بس اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير شغلانته هو ده اللي ممكن ما يتاخدش مكانه. يعني مثلا دلوقتي زي ما قلنا الذكاء الاصطناعي أنا ممكن أدخل له عايز برنامج كذا كذا بلغة كذا كذا، والألوان تحط لي ألوان كذا وكذا وكذا، والبرنامج بيعمل 1 2 3 4 هيطلع لي الكود. طب دلوقتي أنا واحد مش فاهم في البرمجة مثلا وهو طلع لي الكود وأنا خدته جربته، ده صح؟ لا مش صح. هو كده خد مكان الراجل ده، خد مكان ده لأن هو مش فاهم هو بيعمل إيه، مش فاهم هو إيه اللي طلع له، مش فاهم إيه الكود ده أصلا، مش هيعرف يقراه، مش هيعرف يشوف إيه اللي مكتوب، فده كده مجاله اتاخد. إنما لو واحد مثلا هو عارف هو عايز يعمل إيه بس عايز ينجز وقت، يعمل إيه؟ يخش يقول له بالتفصيل أنا عايز برنامج 1 2 3 يعمل ده وده 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 وده، وهو بقى ياخد الكود منه هيكون طويل. الكود مثلا هيكون كده 500 صعب شوية. ولا 600. ممكن التصميم للإعلانات مثلا دي برضو هو ممكن. خدها اصلا خلاص. كنا بنقول ايه؟ يا لهوي استنى عشان نسيت خالص. مثلا فالمبرمج ده خد مثلا الشرط 500 كود او 500 شرط للكود ده من الاي اي، فياخد بقى الكود يشوف هو عايز ايه، يزود ايه، يشيل ايه. ده كده عمل البرنامج بنفسه بس خلى الاي اي يساعده. انما الاولاني ده خده هو مش فاهم ايه اللي طلع له، هو مش فاهم ايه اللي مكتوب وممكن محمد يطلع. الصوت بيقطع جامد، الصوت بيقطع جامد. طب ثانية احاول اقفله وافتحه تاني. فنرجع، ايه الفرق ما بين الاولاني والتاني؟ التاني خلى الاي اي يساعده في شغله عشان ينجز وقته، الاولاني ريح دماغه خالص وخد منه اللي هو عايزه ومشي، ده كده خد مكانه، ده كده ما بيعملش حاجه. انما الاولاني لا، هو استغله في حاجه تساعده. فالاجابه اللي انا شايفها اصح ان الاي اي هياخد شغلانات كتير في المستقبل، بس مش هياخد
اللي بيستغله، يعني مثلا اللي بيستغله في شغله اللي هو ازاي، واحد بيسرع شغله اللي هو بيدخل AI في شغلانته. زي ما قلنا المصانع، في مصانع دلوقتي شغالة كلها بالاي اي. ليه؟ بتقلل عدد الموظفين، بتقلل الرواتب بتاعت الموظفين، بتقلل كل ده. فمين اللي كسبان هنا؟ صاحب المصنع اللي كسبان. انما مين اللي خسران؟ الموظف. فهنا ده اللي كسب لانه استخدم الذكاء الاصطناعي في شغله، انما التاني هو اللي خسر. فاهمين؟ برضه نفس الحوار في الاطباء. الاطباء ده ممكن يكون ممكن واحد يكون تعبان مثلا، جاله فيروس ومش عارف، ما تعقمش كويس. انما لا، البرنامج او الروبوت او الجهاز اللي معمول بالاي اي هو هيكون عارف هو هيعمل ايه بالظبط، مش هيغلط. مفيش نسبة 2 ولا 3% ان هو يغلط، لانه بيتعمل وبيتجرب عليه اكتر من مرة. فهنا مين المستفيد؟ المريض او المستشفى، ان هي هيبقى نسبة الاخطاء عندها قليلة. لما لو جيت لمستشفى تانية مثلا ما فيهاش الكلام ده، فهي الخسر. وكده الاي اي هنا خد من شغلها. فانا دي شايفها احسن اجابه، ان الاي اي هياخد شغلانات كتير قوي ما عدا اللي بيستعملوا الاي اي في شغل. ايوه، ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكان عدد كبير من الوظائف اللي بيعملها صح، ويدخله في شغله في تطويرها وكذا. بس هي دي انا شايفها صح اجابه. برضه ممكن يكون في حد عنده اجابه تانية. دي انا قلت دي الاجابه اللي انا من وجهه نظري شايفها صح اجابه. كده احنا خلصت. حد عنده اي سؤال تاني؟ فقلنا الكلمه دي اختصار لكلمتين. اول كلمه لحد الفي ديف. يعني ايه ديف؟ ديف اختصار لديفلوبمنت، يعني تطوير. وتينز اختصار لكلمه تينيجرز، يعني شباب. لو جينا هنا نجمعهم هيبقى الشباب المطورين او المطورين الشباب. ديفلوبمنت تينيجرز يعني الشباب المطورين، اللي هو ان شاء الله هيبقوا انتوا يعني في المستقبل.